قرأ لنا أو يقرأ لنا الكلمة بالمقلوب. نحدد الكلمة ثم نضغط بالكليك، نضغط باليمين ثم نختار ترانسفورم ثم الروتيت هنا ونضغط على بريفيو لرؤية كيفية الدوران، ثم نختار الزاوية 270 ونضغط على اوكي. ممتاز. نلاحظ ان الخلفية تبدو كبيرة، نضغط على كنترول 0 لإرجاعها إلى الحجم الأصلي، ثم نقلص من حجمها قليلا عبر هذه الأداة، وذلك اختصارها Shift زائد أو ونقلص في حجمها هكذا. ممتاز. ونضغط على كنترول 0 أيضا نعيد نفس الشيء ونقلص من حجمها. كنترول 0 يبدو جيدة هكذا. الآن نكبر كلمة محمد، أو قبل التكبير ترون هذه الخطوط الفاصلة بين الحرف والآخر. لإزالة هذه الحروف أو الخطوط عفوا، ننقر على الكلمة نحددها، ثم من قائمة بات فايدر هنا بات فايدر عفوا، تجدون في ويندو هنا، وهي اختصارها Shift زائد كنترول زائد F9، ونختار الخيار الأول هنا. كما ترون ذهبت تلك الخطوط، أصبحت مندمجة مع بعضها البعض. الآن نكبر في الكلمة، ننقر عليها نحددها، ثم في نفس الوقت ننقر على Shift زائد Alt ونسحب هكذا حتى تمتلئ المساحة هكذا. الآن كما ترون هنا ليست متساوية المساحة وتوجد فراغ هنا، مساحة خالية. نعدل في الكلمة ونجعلها مضبوطة أو على حافة الخلفية هنا وهنا أيضا. لعمل ذلك نحدد الكلمة ثم نختار هذه الأداة Direct Selection Tool، واختصارها في حرف A من لوحة المفاتيح، وننقر عليها. ننقر مرتين هنا لرؤية العمل بشكل أوضح. نختار أداة الزوم هنا ونكبر في هذه المساحة هكذا، نزيد أكثر، ثم نعيد الاختيار هذه الأداة عفوا Direct Selection Tool عفوا. ننقر مرتين قلت هنا أو هنا، ونسحب هكذا ونبدأ في التعديل كما ترون هكذا. وهنا أيضا نسحب هكذا ونعدل هكذا. ترون هنا لا يوجد نقطة للتعديل عليها، لذلك لإضافة نقطة أخرى من هنا نختار أداة البان تول وننقر هنا نقرة واحدة فتضيف لنا نقطة، ونرجع مجددا إلى أداة Direct Selection Tool ونبدأ في العمل، أو ننقر مرتين ونسحب هكذا حتى تصل إلى الحافة. نفس الشيء بهذه المنطقة نضيف نقطة أخرى بأداة
نقطة أخرى ونختار أداة الدايركت سيلكشن. نكبر المساحة قليلا هكذا تبدو أوضح، ثم نبدأ في السحب وكذا. نقطة أخرى هنا، نقطة أخرى. جيد، هكذا تبدو ممتازة. نستمر في التعديل عليها حتى تتحصل على النتيجة الجيدة. عفوا، ننقل على كنترول 0 لإرجاع الشكل كما هو أو الخلفية كما هي. هنا أيضا في هذه المنطقة نعدل قليلا عليها، نختار أداة الدايركت سيلكشن وننقر مرتين هنا. نمدد فيها قليلا. هنا يبدو أنها لا تحتاج إلى تعديل، هكذا تبدو جيدة. ممتاز. ننقر على كنترول 0 لإرجاعها كما هي. هكذا تبدو جيدة. عفوا. الآن نبدأ أو نضيف الخلفية هنا أو لون آخر هنا مثل هذا. نختار أداة البن تول، ثم نبدأ في تحديد أو اتباع هذا المسار هنا. عفوا، نختار أداة البن تول ونبدأ بالتعديل هكذا. نختار أولا هذا اللون لا نختار أي لون هنا وهنا أيضا، ونبدأ في التعديل. هنا عند إنهاء أي نقطة نضغط على Alt وننقر هنا في آخر نقطة، في آخر النقطة الأولى.